هذا الفيديو غادي نشوفوا يوتيوبرز مشهورين واللي تدمرت الكارير ديالهم بسبب فيديو واحد، بدايه بإلياس المالك واللي دار بزاف ديال الاغلاط في الستريمات اللي كان كيدير. واحد النهار وهو مستريمي وصل لواحد اللقطه هو يحرف فيها سوره الفلق: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد. ومن بعد ما دازت 24 ساعه غادي يفيق الياس المالكي وغادي يلقى شي يوتيوب نقصت منها 100k وانستغرام نقصت منها 200k. وفاش شاف الياس هادشي غادي يخرج بفيديو كيعتذر فيه على زله اللسان اللي وقعت ليه. لا انا غير غلطت وفي ستريم وست سوايع وانا مستريمي تزبقت لي ديك الكلمه. هادي واحد اللقطه اللي كانت غادي تدمر الكارير ديال الياس المالكي، ولكن الفيديو الثاني غادي يتعاقب عليه وغادي يدخل الحبس. وانا متاكد انه كاملين عارفين علاش دخل الحبس، واللي هو فاش غادي يسب الشلوح في داك الستريم واللي بسببه غادي تشد في الحبس 7 شهور. وماشي هذه هي اخر مره، بل غادي يعاود يسب صحاب الطاكسيات واللي غادي تحكم عليه هاد الايام ب10 شهور. اليوتيوبر الثاني اللي معنا واللي هو عبد الواحد بن عمر والمعروف بعقلي، اليوتيوبر اللي يقدر يحكم المحتوى ديال الرياكشن في الويب المغربي، الميمز والفيديوهات ديال الضحك، واللي يقدر يوصل لاكثر من 2 مليون سبسكرايب في شين اوفيسيال ديالو. ولكن بالليل ونهار الشين غادي تختفى. قبل بعامين من دابا بعقلي غادي يخرج بواحد الفيديو كيرياكتي فيه على واحد البنت واللي كانت عندها واحد الفكره من الصغر ديالها واللي تبدل الجنس ديالها وتولي راجل. داكشي اللي كان غادي تاخذ بزاف ديال الادويه وغادي دير بزاف ديال العمليات ولات راجل تماما. منين بغينا نرجعوه لينا عادي، يعني غادي يوليو يبينوه لينا باش حنا نولفوا عليه ونوليو نقولوا عادي. وانتم عارفين البلان ولا ما عرفتوش عارفين ولا ما عارفينش ان اي حاجه اللي هي ماشي عادي ودخلات لينا وولينا كنقولوا عليها عادي واخا هي ماشي عادي، عرفها راه تجدرات دخلات لينا صافي راه غرقات فينا ولات من العادات ديالنا. وهنا بعقلي غادي يعطي الراي ديالو كما كيدير في كاع الفيديوهات ديالو، وبما ان الفيديو بيبليك غادي يوصل للطبقه ديال الملونين. وهنا غادي تلقوا عليه واحد الحمله كبيره ديال الصينيات وما وقفوش هنا، بل غادي يبقاو يكليبيو شي لقطات من داك الفيديو وغادي يبقاو يصيفطوه للسيبور ديال يوتيوب. وبالفعل داكشي اللي كان يوتيوب ما غاديش يعطلوه، غادي يسد ليه القناه ديالو. شي 10 دقائق ونلقاها مشات تحيدات، لا شي الاولى ولا شي الثانيه ما فهمتش كيفاش وما عرفتش كيفاش. شنو بغيت نقول لك والله نسيت لك. المقاول هو يوتيوبر مغربي بأكثر من 700 ألف سبسكرايب في شين اوفيسيال ديالو، بحيث ان المحتوى ديالو هو عباره عن تقديم موتيفاسيون للشباب او اللي يدير فيديو على الاخبار الجديده ولا الحوايج اللي كيطلعوا فايرال بحال فاروق لايف. ومن بعد ما غادي يدير بلاصتو في الويب المغربي غادي يقرر يصاوب دوره ويبيعها للمتابعين ديالو، واللي فيها كيفاش تقدر تصاوب فيديوهات وتربح الفلوس من صناعه المحتوى، بحيث انه كان الثمن ديال هذه الدوره هو 999 درهم. دونك الناس اللي غادي تقيدوا هاد 3 ايام الجايه غادي يقدروا يشريوها ب 999. ومن بعد ما بوسط المقاول هذا الفيديو الطابله غادي تقلب عليه وغادي تتعرض لبزاف ديال الانتقادات، لدرجه انه غادي يلقبوا عليه المقاول 999 درهم. ومن بعد بزاف ديال الطليعه والانتقادات غادي يطلع المقاول بهذا الفيديو. كنعذركم الصراحه، كنعذركم كاملين كي في القصه كامله. وهذوك الناس فاش خرجوا بداو كيغوتوا زروا معاهم واحد الناس اللي اصلا ما عارفينش، وانا كنعذر دوك الناس وكنعتبرهم خوتي صغار. قال لهم بلي ما بغيتوش الخير للشباب المغربي وبلي ما بغيتوهمش يتعلموا صناعه المحتوى ويدخلوا منه الفلوس. الراي ديالي باختصار، الا بغيتي تتعلم صناعه المحتوى غادي تتعلم راسك وما غادي تحتاج حتى شي دوره. ادم حميريطه فراه باقي الناس كيسبوه بالبلان اللي داروا في 2018، وبلا ما نكذبوا على الله فراه ادم كيتعتبر من اقدم واصغر اليوتيوبرز في المغرب. المهم ادم في 2018 هو تلقى ستريم في منصه تويتش وكان كيقصر فورتنايت شويه حتى بدات الام ديالو كتصوني عليه وخرج من الجيم. وهذا الشيء اللي بسبب الوالده راه بغيت سعراتني وحق الرب وتا انا مفايت عليك تعيط. وبسبب هذا الستريم اللي كان كيسب فيه الام ديالو كلشي غادي يبقى يسب فيه وغادي يدور فيه، اللي كيقول ليه مسخوط مو خاصك الحبس، واش بنيتك وصلت بيك الدرجه تسب امك وزيد. هذا الشيء اللي غادي يخلي ادم يخرج بواحد الفيديو كيعتذر فيه. المشكله هي الوالده سمحت ليا وبنادم باقي كيسب وحاقد، والوالده راه كتعصب اكثر من شي واحد كتشوفو كيسبني في لي كومونتير. ماشي كتعصب يعني هي راه عادي حيت انا شرحت ليها البلان كامل. وباقي الناس الى يومنا هذا كيسبوه بهذا البلان وكيطلعوه عليه، فراه اي واحد تبيفه معاه كيسبوه بمسخوط امي نعيمه. هي يوتيوبره مغربيه كدير الفيديوهات ديال الباديه والروتين اليومي، وهذا المحتوى غادي يلقى واحد الاقبال اللي كبير في الويب المغربي وغادي طلع صاروخيه. ولكن في ديك البوك ديال كورونا غادي تطلع بواحد الفيديو كتقول لهم بلي كورونا ما كايناش وما تلبسوش الكمامه وبلي غير كيكذبوا علينا. انا ماشي دكتوره وما قارياش وغنعطي رايي، انا ما خايفاش من كورونا وغادي ندخل للمدينه نتسوق وغنبقى نمشي
وليت جيتو نسلم عليه. ومن بعد هذا الفيديو امي نعيمه ما غاديش يعطلوها، غادي تعتقل في البلاصه، ومن بعد ما غادي تخرج من الحبس غادي تبوستي هذا الفيديو كتعتذر فيه. المهم الصيانز حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. ما تنساوناش بلايك وتابوناو في القناه. كان معكم العارق والسلام عليكم.